وحشتوني يا بنات، وحشتوني جدا جدا. عامله لكم شويه النهارده شويه فطير. اللهم بارك. كان عندي بقى حد طالب مني الفطير الجميل ده، وما شاء الله نيته حلوه. طالع الفطير زي الفل كده، وما شاء الله جميل وطري. يعني بصوا، عسل عسل عسل. يعني عايزاكم تصلوا على النبي وتذكروا الله وتسموا ما شاء الله، وتقولوا ما شاء الله لا قوه الا بالله. عايزاكم بقى اللي ما بيعرفش يعمل فطير يتفرج على الفيديو النهارده. اسهل طريقه للفطيره انا النهارده عاملاها. بصوا، مش يعني ايه، هتعملوه هيطلع زي ما انا عاملاه كده، جميل وحلو جدا. ممكن يطلع احلى مني كمان. نصلي على النبي ونذكر الله ونشوف انا عملته ازاي. وكمان ما شاء الله زي ما انتم شايفين طري، مش ناشف. هقول لكم برضو ازاي ان انا بخليه طري كده ازاي. وهقول لكم ان انا عاملاه بزيت ولا عاملاه بسمنه ولا عاملاه بزبده. تابعوا معايا الفيديو للاخر وانتوا هتعرفوا. شايفين ما شاء الله مورج وجميل ازاي. ما شاء الله اللهم بارك. تحفة جدا. وربنا يعني ما شاء الله ربنا يبارك لكم ويبارك لحبايبي اللي ما بينسونيش وبيسألوا عليا. ربنا يديكم الصحة والعافية يا رب، وما تحرمش منكم. اياد هنا كان بيقول لكم اعملوا لايك. يلا اعملوا لايك عشان خاطر اياد. طبعا انا النهارده رودينا برضو دخلتها معايا في الفيديو. قلت لها يا رودينا، شايفاها كده مش راضيه تدخل المطبخ، ويعني انا مش عايزاها تدخل المطبخ، انا عايزه بس تتعرف على الحاجه اللي موجوده دي. الكوبايه. انت عارفين في حاجات مش عارفاها. هي بقول لها هاتي لي مثلا النشا هاتي لي مش عارفه مش عارفاه. فانا اللي خلاني ابتديت ادخلها ان هي تتعرف بس على الحاجات اللي موجوده، مش ان هي تعمل وتشتغل، لا طبعا. معايا بقى هنا كان كيلو دقيق، حطيت عليه معلقه سكر ونص معلقه ملح. المعلقه الملح دي معلقه الشاي، لكن معلقه السكر معلقه كبيره. والميه طبعا هو حوالي الكيلو خد معايا ممكن يكون 3 كوبايات، اللي هي الكوبايه الكبيره دي. طبعا هي رودينا انا قبل كده كنت يعني خليتها تجرب التعجن، بس هي النهارده قالت لي يا ماما خليني انا عايزه اجرب. قلت لها خلاص جربي. وعايزاكم برضو تشجعوا بناتكم وتخليهم يعملوا معاكم ان شاء الله، يعملوا عجينه البيتزا، يعملوا اي عجينه، او يعملوا فطير زي اللي احنا عاملينه النهارده. وبعتوا لي على القناه وانا هنزلها لكم على الفيسبوك. اللي هيعمل يعمل فطير وهيصور البنات عادي ابعتوه، وانا هنزل لكم على الفيسبوك زي تشجيع. هنا بقى كيلو دقيق خدت منه شويه دولت. ليه بقى الشويه دولت؟ لو انتي انا بعرفكم طبعا، انتوا اهل علم وعارفين كل حاجه، بس اللي ما يعرفش انا بقول. الكيلو دقيق ممكن انت ما يكونش عندك دقيق غيره، وجيت استخدمت الدقيق ومثلا حطيت ميه زياده، هتعملي ما عندكش دقيق. فانا بركن شويه دولت بينفعوا لو العجينه لزقت مني ولا حاجه، فانا كده هحتاج دقيق. فانا هخلي شويه دول على جنب، بحيث لو لزقت مني احط، ما لزقتش وعجينتنا طلعت حلوه خلاص انا هحطها. فانت دايما تعمل حسابك ما تحطيش كيلو الدقيق كله مره واحده، اركني شويه دقيق على جنب لربما تحتاجيه. نصلينا على النبي وسمينا بسم الله الرحمن الرحيم، عشان لما نيجي نبتدي العجين لازم يكون الدقيق نوعه كويس، نوعه حلو، والفطير ما بياخدش مني اي حاجه. هو اللهم بارك. عايز يعني نوع الدهان اللي هتدهني بيه الفطير يكون كويس، ويكون الدقيق برضو نوع كويس. بس دي اهم حاجة، الدقيق والسمنة هو اللي بيطلعوا الفطير طعمه حلو. تقولي احط زبدة، احط زيت، زبدة صفرة من اللي هي الرخيصة دي. بصي، اخلطي ان شاء الله عندك حته زبده صغيره، اخلطيها مع حته الزبده الصفراء اللي عندك، اللي هي اللي فيها انواع في بنده. بس والله انا ما بشجعش بيها لان هي مهدرجه. هنا كنت بزود لرودينا الدقيق، بزود لها الميه عشان تعجن. بس هي جت في مرحله كده كانت مفرهده، ما كانتش قادره تعجن. هتضحكوا عليها خالص ضحك السنين. بس يلا انا بقول لها حاولي تلمي ايديك شويه، لان هي كانت فارده صوابعها. طبعا في العجين زي لازم صوابعك تكون يعني تاخدي في العجين وتدخلي صوابعك جواه كده. هنا كانت بتقولي انا خلاص تعبت مش قادره. قلت لها خلاص. جيت في الاخر على فكره انا جيت ولميت العجينه منها، بس يعني تفريح كده يعني يلا ساعد. طبعا خليتها غسلت ايديها وطبعا اي عجين اي حاجه بنعملها في البيت لازم ايدينا تكون نظيفه. ابتدت العجينه هيتلم شويه. هنستخدم بقى مع الفطير؟ هناخد زبده ولا هنحط زيت ولا هنحط سمنه؟ بصوا انا بحب الزبده بتخلي لي الفطير يطلع طري وزي الفل. فانا شويه دول انا اللي كنت بعجن، كنت بقى بلم العجينه في المرحله الاخيره دي. لازم تعجنيها عجنه حلوه وتكون معاكي طريه. شوفي انا بعد ما عجنتها وخلاص قسمتها 5 قطع. الكيلو اللهم بارك طلع لي 5 فطيرات، منهم 3 كبار و2 صغيرين.
انا بقى بحب الزبده زي ما بقول لكم، هسيبها في المرحله دي 5 دقايق. شفتوا المرحله دي بعد ما اكورها التكويره دي لازم تغطيها، انا حاطه دقيق تحتيه، لازم تغطيه، لو ما غطيتوش العجين هيجشف منك وهينشف وما يبقاش ليه لازمه، لازم اغطيه. بعد ما حطيت الكيس غطيته. هنا بقى كنت ايه ابتدي بقى ايه، انا هوريكم النهارده 3 طرق لفرد الفطير. دي طريقه انا شفتها واحد شيف ما يعمل على في مخبز اللي هم بتوع المخابز، بيعمل كده بيفرد بالدقيق بس. طبعا في المرحله دي انا بفرد الثلاثه اللي هعملهم بالدقيق على جنب واركنهم يرتاحوا. وهوريكم بقى ايه في طريقتين تاني، الفطيرتين اللي هما الصغيرين هوريكم الطريقتين التانيين فيهم. زي ما انتم شايفين انا بفرد اهو، ولازم بين كل فطيره والتانيه احطهم فوق بعض. دلوقتي لازم احط دقيق عشان ما يلزقوش في بعض، لو لزقت يبقى كده العجين هيبقى ملخبط في بعضيه مش هيبقى حلو، فنحط دقيق عشان يفصل ايه بين كل واحده والتانيه. دي بقى الطريقه اللي انا اقول لكم عليها بقى، دي الطريقه السهله خالص، اللي ما بيعرفش يعمل فطير الطريقه دي هتظبط معاكي خالص، وبصي هتدعيلي. يلا حطي اللايك بقى، يلا حطي اللايك وما تخلوش عليا باللايك، اللايك مش بفلوس. انا مش عايزه اقول لك والله ان انا مش واخده حاجه من القناه لحد دلوقتي. انا شوف انا دي لي كام سنه ماسكه القناه وبشتغل عليها وبصور وبهتم بيها، بس والله ما خدت منها اي حاجه لحد دلوقتي. في ناس فاكره ان هي بتكلمني تقولي ده انت بتاخدي، والله ما خدت حاجه لحد دلوقتي. ولو باخد هطلع واقول ان انا خدت، يعني عشان غيري يستفاد. يعني لو انت عايز تعمل قناه اعملي، بس الصراحه بتاخد وقت طويل خالص عشان ان انا مثلا استفاد من القناه. انا دلوقتي بصور يعتبر عارفه اللي هو ايه، عشان خاطر حبايبي اللي دايما بيرسلوا لي يقولوا لي تعالي يا مردينا ما بنشوفكيش ليه، ما بتنزليش ليه، ده انا بيعجبنا حاجاتك اللي بتعمليها وبتقولنا على حاجات حلوه، ودايما بيشجعوني. ربنا يسعدكم يا رب ويديكم الصحه وطولة العمر، وما تحرمش منكم من كلامكم الحلو ليا. زي ما انتم شايفين بعد ما فردتها بقى، فردتها حلو. بعد ما تفرديها هعمل ايه دلوقتي، هدهنها. دهنتها الزبده دي انا يعني مدوباها على النار، زبده صفراء على زبده بيضه اللي هي الزبده البقري وزبده الجاموسي. بعد ما يعني دفتها بس، يعني ما خليتهاش قدحت. وشفت بقى انا بعمل ايه بالسكينه، بعمل من كل جنب اروح ايه بالسكينه بحط ايه، بعمل كده ايه شرطتين كده، كانك بتعملي فتحتين من كل جنب. الطريقة دي بصي لو انا شفت حد عمل الكيلو 10 فطاير بالطريقة دي، بس طالعين ايه طبعا فطيرات صغيرين. ايه الصغير ينفع تحطيه بقى ايه لولادك مثلا بيحبوا يروحوا المدرسة، تحط لهم عليه حتة جبنة، تحط لهم عليها سكر، تحط عليه. انا فاكره زمان ايام ما كنت بروح الكليه بتاعتي كنت في القاهره، كنا بنشتري من عند واحد، يا رب يكون حد من اصحابي بيتفرج على الفيديو، كان في مخبز جنبنا كان بيحط بسبوسه في الفطير والله. بسبوسه وجبنه قديمه، وكان يلفوا زي الساندوتش. ايام الكليه بقى ربنا يعود الايام علينا بخير، مفرحنا وفرح بولادنا ونشوفهم احسن حال يا رب العالمين، انا وانتوا جميعا يا رب. بس كده لميتها، ولازم تلميها زي ما انتوا شايفين كده عشان لما تيجي تفرديها ما يبقاش في حاجه طالعه من هنا ومن هنا، يعني تكون مفروده وتكون ايه مساويه بعضيها. طبعا في المرحله دي الفطيره اللي تلفيها زي كده لازم تريح برضو، يعني اقل حاجه ممكن 10 دقايق ربع ساعه عقبال ما تكوني شغلتي الفرن وسخنتيه. انا لحد دلوقتي ما شغلتش الفرن شغلته لما خلصت الفطير خالص، ولما فردته كمان يعني هفرده في الصينيه معاكم، وكنت لسه ما كنتش شغلت، انا ما كنتش مستعجله عليه لان اللي كانوا جاي ياكل الفطير ما كانش لسه جه. ربنا ما يحرمنا منهم يا رب. شفت بقى طريقه الفطير، انا بعمل اهو زي الفطاطري اهو، بس انا اخري كده ما بحس ان هي بعد كده ما بتتفردش معايا كويس، بس مره على مره ايه دايما اتعودوا. اي حاجه بتعمليها ما ظبطتش معاكي المره الجايه هتظبط، بس انت ايه شوفي طريقه حد، اتاكدي من المقادير هتطلع معاكي كويسه ان شاء الله. النهارده بقى جريتوا الاذكار ولا لا؟ اللي جرى الاذكار يكتب لي في التعليقات. ما تنسوش الاذكار، وما تنسوش تصلوا على النبي كتير. الصلاه على النبي بتشرح الصدر وبتيسر امرك، وتشرح صدرك وتيسر امرك وتفك كربك يا رب. صلاه النبي عليه الصلاه والسلام. ولا حول ولا قوه الا بالله. دي بقى الفطيره دي اللي انا بعملها، دي الطريقه التانية، دي انا كنت دايما بعملها، دي اللي انا كنت اعرفها يعني على طول، وكنت دايما يعني ايه بعمل بيها، ان انا افرد الفطيره وافضل ارج فيها كده لحد ما ترج معايا خالص. طبعا كل ما ترج الفطيره كل ما تطلع معاك الورقه بتاعتها رقيقه، ولما تستوي ما تبقاش تخينه، يعني ما تبقاش الورقه بتاعتها تخينه. انا ما بحبش الفطير اللي هو التخين اللي بيبقى فيه ورق كتير وتخين ده، لا انا بحب الفطيره الرقيقه وتكون مجرمشه
مين زيي؟ اللي زيي يكتب لي برضه في الكومنتات. ربنا يبارك فيكم يا رب. ربنا يبارك كل واحد بيعمل لي لايك وبيسندني وبيقول لي كلمة حلوة تشجعني. ربنا يسعدكم ويديكم الصحة وطولة العمر يا رب. شفتي انا لازم كل ما الف الورق العجينة لازم ادهنها زبدة، لازم. على فكرة الزبدة بتخلي الفطير يطلع طري، ما يطلعش ناشف. لكن لو جربت تحطي عليه زيت هيطلع معاكي ناشف ومش حلو. من الحاجات اللي انا جربت، يعني انا جربت كذا مرة اعمل فطير. شفت انا لميتها اهي، هلمها برضو تاني، هعملها كورة. لازم في اخر مرة كده تلفيها زي الكورة كده وتسيبيها ترتاح. كل مرة تعملي فيها حاجة في الفطيرة وتفرديها لازم تسيبيها تريح من 5 ل10 دقايق لربع ساعة. يعني ما تستعجليش، الفطير بالذات مش عايز استعجال. انا مرة استعجلت على فطير وما طلعش حلو. ليه؟ لان ما سبتوش يرتاح. لما تسيبي الفطيرة ترتاح هتطلع معاكي حلوة وتشرفك كده قدام بيتك وجوزك وولادك ويبقوا فرحانين بيه. وخسارة يعني ان الواحد يستعجل على 5 دقايق 10 دقايق وانت مثلا مكلفة نفسك دقيق وسمنة وكده يعني في البيت. فالواحد دايما لما يعمل حاجة ما يبقاش مستعجل. الاستعجال هيخرب لك الحاجة. فانا اتعودت ان الواحد ما يستعجلش على حاجة. هيعمل حاجة وعندك وقت اعمليها، ما عندكش وقت ما يعني ايه، ما تضايقيش نفسك عشان الحاجة تطلع معاكي حلو. دي بقى الطريقة اللي انا قلت لكم عليها التالتة، اللي بنفرد بها ايه من غير سمنة. دي بس كده بايديا. انا كنت فاكره ان انا هفرد دقيق، بحتاجتش دقيق ولا حاجه. انا بغرش بس. ما شاء الله العجينه اللهم بارك طالع ما شاء الله طالع زي الملبن كده طري وماشي معايا حلو خالص. دي بقى الدقيق اللي هو يعني السر ان العجين يطلع حلو، ان الدقيق يكون نوعه كويس. الدقيق لو نوعه كويس هيطلع معاكي الفطير زي الفل. لكن لو نوعه مش حلو هيطلع معاكي يقطع، يطلع معاكي مش مظبوطه. هتلاقي وانت بتفردي هتحسي ان انت مش مرتاحه. لكن لو العجينه الدقيق كويس هتلاقي العجينه ماشيه معاكي حلوه وبتتفرد معاكي زي الفل. اهي ما شاء الله اللهم بارك الفطيره اتفردت اهي. المرحله اللي بعد ما انا بقى بفرد الجناب ده لازم تهتم بالجناب. ما تسيبيش الجناب تكون سميكه، لا خليها ايه، كل ما تروحي تشديها هتتفرد معاكي. ما شاء الله انا رجيتها خالص. طبعا اول مره اجرب الطريقه دي معاكم ان انا اعملها من غير، يعني في الاول كنت لازم افرد على الطبليه واحط الزبده ولا السمنه اللي بستخدمها، ولازم ترش كده على العجين. لو سبت حته في الفطيره ما فيهاش زبده ولا سمنه العجين هيلزق في بعضيه ومش هيبقى حلو. دي بقى السر برضو من اسرار ان الفطير يطلع حلو، ان انت لازم كل راج والتاني لازم ترشي سمنه ولا زبده. الموجود عندك، ما عندكش زبده حطي سمنه بس يكون ايه، حته سمنه بلدي هي اللي بتخلي طعمه حلو. والله سبحان الله السمن البلدي بيخلي الاكل طعمه حلو. وزي ما انتوا شايفين لفيت اهي، كل ما الف واحده واحط عليها سمنه والمها بالشكل ده. ما شاء الله. وهي دي لفت اهي خلاص. وهعملها برضو كوره زي ما قلت لكم وهسيبها ترتاح اهي. ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ودايما تقولوا كده لو متضايقه ولا مخنوقه ولا في حاجه مضايقاكي، ما تسلميش نفسك، صلي لك ركعتين وادعي ربنا واسجدي لله وقولي يا رب، يا رب اشرح لي صدري ويسر الامر، يا رب اخرجني من حولي وقوتي لحولك وقوتك. سبحان الله هتلاقي ربنا فرج لك همك ويسر امرك يا رب. احنا في الغربة هنا يعني ايه، دايما احنا بعيدين عن الناس. ممكن نقعد فترة ما نطلعش ما نروحش عند حد، ممكن ما نكلمش حد. يعني مش دايما الناس هنا دايما معاهم اصحاب، مش دايما. يعني انا شفت ناس كتير ما لهمش اصحاب، مش دايما بيكلموا حد، فبيبقوا دايما لوحديهم. فحاولي يعني لما تتخانقي ولا تتضايقي تذكري الله وتلاقي نفسك ما شاء الله اعصابك هدت وتسلم امرك لله. اي حاجه لو مضايقاكي سبحان الله ربنا مش هيسيبك، هيصلح لك الحاجه دي وهيعدلها لك. بس سبحان الله بيبقى وقت، مساله وقت، وتلاقي ربنا فرجها عليك وتبقي فرحانه ومبسوطه يا رب. زي ما انتم شايفين انا بلم بقى ايه الفطيره الثالثه. لا دي باجي لنا واحده اخيره نفس الاولى كده. انا بس حبيت ان انا اوريكم الطريقه بتاعتها كويس عشان لما تيجي تعملوا ان شاء الله عايزاكم بقى تجربوا. واللي يجرب ما تنسونيش في دعوه حلوه لو الفطير بتاعكم طلع حلو. ان شاء الله هيطلع حلو واحلى من فطيري كمان. دعوه حلوه. ولو تبعتوا لي صور على الخاص هنزلها على الفيسبوك. لو بناتكم اللي جربوا ابعتوا لي واكتبوا لي اساميهم وانا انزلها لهم على الفيسبوك ان شاء الله. انا عندي صفحه على الفيسبوك باذن الله هحاول احط لكم اللينك بتاعها تحت الفيديو.
اللي عايز يتفرج عليها، لان في بشوف ناس كتيره بتسالني على الصفحه بتاع الفيسبوك، انزلها لكم ان شاء الله. انا قلت لكم الفطير عشان يطلع طري بعد ما لازم بعد ما يستوي وياخد حرارته كده يعني من على النار، بعد ما خلاص يبرد شويه اروح اغطيه، ما تسيبوش بقى ايه يتعرض لهوا ولا التكييف ولا كده. عارفه ان انا شغاله دلوقتي كان الجو حر، انا كنت قافله التكييف، لو التكييف شغال هينشف لي العجين وانا شغاله. وبرضو لما تسويه غطيه، اول ما تغطيه هيبقى طري وحلو معاكي كمان. زي ما انتم شايفين انا بلم اهو. طريقة سهلة وبسيطة جدا. ولو حد عنده طريقة تاني برضو يكتب لي، ولو انا مثلا غلطت في حاجة ولا كده وما خدتش بالي اكتبوا لي وعرفوني عشان تاني مرة برضو اخد بالي. اسكتوا الاسدال بتاعي ده وانا بشتغل ما خدتش بالي خالص ان جت عليه سمنة. بس ان شاء الله هخسر يعني لوحدي. كنت شفت حد كان بيقول لو في يعني مثلا زيت ولا سمنة جه على اللبس، استخدموا الفيري. هجرب الفيري واحطه عليه وان شاء الله يطلع، لان الاسدال كنت بصلي بيه المغرب وبقيت اصور وكده يعني، فاتلغيت نسيت ان انا اخلع والبس عباية تاني مثلا ولا حاجة غيره. ان شاء الله يطلع منه البقع. هنا بقى خلاص شفتوا في المرحله دي وانا بفرد هنا الفطير، شايفين انا بفرد. لازم تفردي وتكون الفطيره مساويه بعضيها، مش حته مثلا طالعه وحته نازله، لا حاول الفطيره تبقى سمك واحد. طبعا انت انا بعمل الفطير سمكه رفيع شويه، انا مش بحبه تخين زي ما قلت لكم. طبعا انتوا لو حابين الفطير تخين خليه ايه ما تفردوش قوي، خليها اصغر من انا عاملاها. طبعا دخلت 2 اللهم بارك ما شاء الله تبارك الرحمن. انا في المرحله دي كنت بقى دخلت الفرن. بص الفرن في التسويه هنشغل من تحت بس، انا شغلت فوق لما خلاص اللي تحت استوى. انا دلوقتي لازم اشغل من فوق عشان ايه يعطيه ايه لون، عايزه الفطيره تاخد وش. خلاص انا كده شفتها احمرت من تحت ما شاء الله تبارك الرحمن. عايزاكم تصلوا على النبي. طول ما انتوا بتعملوا حاجه في المطبخ هتلاقي ما شاء الله الحاجه بتطلع حلوه وجميله معاكم ان شاء الله. وتذكروا الله، ولو ما بتقراوش قران ما تنسوش القران الواحد ما يهجرش القران ده، سبحان الله ده هو يعني. شوف الايات بكم حسنه. شايفين ما شاء الله على الجمال والحلاوه، شايفين الفطيره جميله تشرح القلب ازاي، والله ما شاء الله جميل جميل جميل، وطالع حلو واحمر وطري ومجرمش كمان. انا كان نفسي اوريكم الصوت بس كان عندي اصوات في البيت، فما كنتش عارفه ان انا اخلي الصوت ان اخلي الصوت يعني تشوفوا الصوت بتاعه. خلاص بقى انا هسيبها تحمر شويه واسوي بقى الباقيين. شفتوا بقى ما شاء الله تبارك الرحمن الكيلو عمل معايا 5 فطيرات اللهم بارك، 3 كبار و2 صغيرين، وما شاء الله ما يتخيروش عن بعض يعني، كله يعني 3 بطريقه و2 بطريقه، بس ما شاء الله تبارك الرحمن جمال جدا. حطيت بقى عسل وحطيت جبنه وكان عندي عسل ابيض برضو حطيته.